عمرو دياب أو الهضبة اسم ارتبط لعقود بالنجاح الساحق بصوته المميز وأغانيه اللي شكلت جزء من ذاكرة أجيال كاملة، لكن مع إطلاق أحدث ألبوماته ظهر سؤال صادم بين الجماهير: هل انتهى عمرو دياب؟ أرقام ضعيفة وحضور باهت وملاحظات على حالته الجسدية والسن، فهل احنا دلوقتي قدام نهاية أسطورة موسيقية ولا المسألة أعمق مما نتخيل؟ في الفيديو ده هنتكلم عن الأسباب المحتملة ورا تراجع عمرو دياب، بداية من أدائه الفني وصولا إلى تأثير عمره وحضوره الجسدي على جماهيره. الفكرة الأولى انخفاض الأرقام على المنصات الرقمية، والملاحظة الثانية انخفاض واضح في مشاهدات ألبوماته الأخيرة مقارنة بأعماله السابقة. والتحليل اللي احنا استنتجناه من الكلام ده كله إن تكرار الألحان والأسلوب الفني اللي الجمهور اتعود عليه واعتاد عليه عمرو دياب خلاه أقل إثارة. بالمفروض ينوع في نوع المزيكا بتاعته وينزل بمزيكا بتليق بالشباب الجديدة وبالجيل الجديد. رقم 2 منافسة نجوم جدد زي ويجز ومروان بابلو وأبي يوسف وتامر حسني اللي بيجذبوا جمهور كبير من الشباب، وانتشار البلاتفورمز بشكل اوسع اللي خلى المستمعين يتجهوا لاصوات والوان موسيقيه جديده ومتنوعه. الفكره الثانيه تغيير المظهر الجسدي والسن المتقدم على عمرو دياب. الملاحظه هنا ظهرت تعليقات حول التغيرات الجسديه وان الجمهور بقى ليه صوره نمطيه عن الهضبه الشاب عمرو دياب، وده اللي خلاهم غير قادرين على تقبل وضعه دلوقتي وسنه الكبير اللي وصل ليه، وظهور المنافسين اللي هم الاصغر سن والجيل الجديد وبيقدموا نوع جديد من الفن. واخر حفلاته الموسيقيه كشفت لنا ضعف ادائه على المسرح. اقرب مثال حفله الساحل الشمالي في سنه 2024 واللي بعض الناس وصفوه بانه غير مشوق. الفكره الثالثه هل استهلك الجمهور الهضبه؟ استمرار عمرو دياب لسنين كتيره في صداره المشهد جعله عرضه للانتقاد. الجمهور في بعض الاحيان بيبقى حابب التجديد وحابب ان الفنان يغير جلده ولونه، وده اللي ما قدموش الفنان عمرو دياب. وبالنسبه للقاعده الجماهيريه القديمه فهي غالبا قد تكون تغيرت مع ظهور جيل جديد ليه تفضيلات مختلفه وليه انواع مزيكا مختلفه بيسمعها، والانتقال من الالبومات اللي بتبقى فيها مغزى قوي وكلمات حلوه للايقاعات والالحان اللي هي بتنتشر بشكل سريع واللي بتخليها تفيرل على كل المنصات بتاع السوشيال ميديا. والفكره الرابعه هنا الجانب الايجابي: هل يمكن للهضبه ان هو يعود؟ رغم الانتقادات لا يزال لدى عمرو دياب القدره على اثبات وجوده، ليه جمهور ضخم من الاوفياء اللي بيحبوه جدا، وبرضه ده ما يمنعش ان اسمه لسه مرتبط بالاغاني الكلاسيكيه الناجحه اللي لحد النهارده بتتسمع. وممكن تبقى خطوه جريئه في ان الفنان النجم الكبير عمرو دياب يغير نوع المزيكا بتاعته، وهتبقى خطوه جريئه جدا في مشواره الفني وهيترتب عليها بعض الاحتمالات. هل الاسطوره عمرو دياب يقدر ينافس ولا هيفضل مكمل في مسيرته على الريتم ده رايح جاي مع عبد الله الجيهه؟ بين انخفاض الارقام وتغير المظهر يبدو ان عمرو دياب يواجه اكبر تحدي في مسيرته، لكن السؤال هنا هل نلقي اللوم عليه ولا على الجمهور اللي اعتاد الكمال ام الزمن ببساطه لا يرحم؟ اكتبوا لنا في التعليقات هل تعتقدوا ان الهضبه انتهى فعلا ولا لسه فاضل له فرصه اخيره لاعاده تعريف نفسه؟ هحط لكم المصادر في الكومنتات، وما تنساش تعمل لايك للفيديو والشير عشان يوصل لاكبر شريحه من الناس، وما تنساش تشترك في القناه عشان يوصل لك كل جديد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.